ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الاوراق المطلوبه للتقديم على الجامعات التركيه الحكوميه. بس قبل ما نبدا الفيديو ده عايز اقول لك ان احنا عملنا جروب على التليجرام. الجروب ده هيخش فيه الطلاب، بيتفتح فيه وقت للاسئله، الطلاب بيسالوا وانا بجاوب. فانت لو في سؤال في دماغك ممكن تلاقي طالب تاني ساله، وده طبعا هيوفر عليك وقت في ان انت تسال وتستنى ان انا اجاوب. ولو في اسئله اصلا ما جاتش في دماغك ممكن تلاقي طلاب تانية جت في دماغها وسالتها فانت تستفيد بيها. وطبعا هتلاقي لينك الجروب ده سايبه لك تحت الفيديو، وكمان هتلاقي لينك الواتساب لو حابب تستفسر او تسال عن اي حاجه فتقدر تبعت لي وهرد عليك دايركت على طول. طيب يلا نبدا. طيب اول ورقه انت محتاجها اكيد عشان تقدر تقدم هي شهاده الثانويه العامه، اذا كان الاصليه او انك تستخرج بيان درجات ليها. وبيان الدرجات ده انت بتستخرجه من الاداره التعليميه اللي انت تابع ليها. طيب احنا دلوقتي مش هنركز قوي على الشهاده الثانويه وهنركز على بيان الدرجات لسبب ما هقول لك عليه قدام شويه. طب لو انت ما تعرفش الاداره التعليميه اللي انت تابع ليها فانا مش هقدر اقول لك قوي هي فين، لان هي بتختلف من مدرسه لمدرسه ومن منطقه لمنطقه. اكيد بتروح الاداره التعليميه وبتطلب منهم ان هم يستخرجوا بيان درجات. طبعا وانت بتستخرج بيان الدرجات هيسالوك انت محتاجه ليه، هتقول لهم عشان انا هقدم بيه للدراسه بره، وبتحدد لهم الدوله اللي هي تركيا لان هي بتتكتب في بيان الدرجات ده. بتستلم بيان الدرجات ده بيكون طبعا مختوم من المدرسه ومختوم من الاداره التعليميه. بعد كده بتحتاج ختم المحافظه وختم الخارجيه. طيب انت لو ما تعرفش مكان مبنى المحافظه تسال طبعا الاداره التعليميه وانت هناك عن المبنى وهم هيوصفوا لك. هتروح هناك وهتختم الشهاده، وبعد كده هيبقى الختم الاخير وهو ختم الخارجيه. وختم الخارجيه ده بيكون تبع المكاتب اللي هي بتوثق توثيق الخارجيه، والمكاتب دي موجود ليها فروع كتير قوي في اماكن مختلفه. فالحل الاسهل ليك انك تفتح جوجل ماب وتكتب مكتب الخارجيه وتختار اقرب واحد ليك وبتروح توثقه هناك، وكده بتكون الشهاده خلاص خدت كل الاختام اللي محتاجها. خلصنا الشهاده وهيبقى لنا طبعا جواز السفر. وطبعا قبل اي سؤال عشان بتساله كتير اللي هو ما ينفعش اقدم بالبطاقه الشخصيه او اللي هي يعتبر الهويه بتاعتنا في مصر، فلا ما ينفعش، لازم جواز السفر. وده برضو الاسباب تانية هقول لك عليه. هو كده كده ما ينفعش، بس انا هقول لك هو ليه ما ينفعش. بس خلينا الاول نشرح الاوراق اللي انت محتاجها بالتفصيل. خلصت الشهاده وخلصت جواز السفر ويعتبر كده ورقك جهز. بيبقى لك كام حاجه تانية زي صوره شخصيه، ودي طبعا اسهل حاجه، وبياناتك زي بقى اسمك واسم الوالد واسم العائله وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد. وطبعا بيانات كده كده عاديه فهتبقى سهله بالنسبه لك. هتقف عند نقطه وهي الترجمه والتوثيق. انت بتحتاج بعد ما تستخرج البيان الدرجات وتوثقه وتستخرج الباسبور تترجمهم بقى للتركي وتوثقهم. تترجمهم وتوثقهم دي بيكون عن طريق مكانين، يا اما تتواصل معايا تترجمهم عن طريقي وتوثقهم عن طريقي، او انك تروح تترجمهم تبع اي مكتب تاني وتوثقهم في السفاره اللي هي السفاره التركيه في مصر طبعا. ومش اي مكتب ترجمه بيكون معتمد بالنسبه للسفاره، فانت بتروح اصلا السفاره وبتقول لهم انا عايز اترجم الورق بتاعي، هم بيقولوا لك على المكاتب المعتمده بالنسبه ليهم. هتترجم الورق للتركي وهتوثقه وكده يعتبر ورقك كله جاهز. طيب لو انا معايا يا اسماعيل الشهاده الثانويه الاصليه وخصمتها من الخارجيه وخلاص جاهزه، لازم اطلع او استخرج بيان درجات؟ لا طبعا مش لازم، بس الفكره في استخراج بيان الدرجات ان هو بيخلي الشهاده الاصليه تفضل معاك. يعني الشهاده اللي انت بتقدم بيها على الجامعه هي الشهاده اللي لازم تسلمها للجامعه. فلو قدمت بالشهاده الاصليه فانت لازم لما تيجي تتقبل تروح تديهم الشهاده الاصليه. لو اتقبلت ببيان الدرجات فانت بتروح تودي لهم بيان الدرجات اللي انت اتقبلت بيه. طيب في بعض الطلاب بيكونوا مثلا عايزين يبقوا مقيدين في جامعه في مصر، او هم اصلا مقيدين في جامعه في مصر والورق بتاعهم او الشهاده بتاعتهم والملف بتاعهم جوه الجامعه، وعلشان ياخدوا الشهاده الاصليه دي لازم يروحوا يسحبوا ملفهم عشان يقدروا يقدموا. طبعا في الحاله دي هم بيستخرجوا بيان الدرجات مجبورين، وفي حالتك انت يفضل ان الشهاده الاصليه تكون معاك. يعني خلي الشهاده الاصليه دي في مصر، حتى لو هتتقبل وهتودي ورقك الجامعه فخلي الشهاده الاصليه معاك في مصر، لان الشهاده الاصليه ما تقدرش تطلع بدلها، لكن بيان الدرجات تقدر تطلع بداله كذا مره. عشان كده انا بفضل ان الطلاب كلهم يطلعوا بيان درجات، وده اللي انا عملته لما جيت اقدم وشايف ان هو ده الحل الامثل. طيب ليه ما ينفعش اقدم بالبطاقه بتاعتي عادي بدل ما اقدم بجواز السفر؟ لانك انت لازم تكون فاهم نقطه، لان الموضوع ده بيجي لي منه اسئله كتير فحبيت اوضحه جدا عشان يبقى الطلاب عندهم علم بيه. البطاقه او اللي هنقول عليها اسمها الهويه هي دي هويه محليه او بطاقه محليه. يعني لما تقف في اي حته، لما مثلا حد يقابلك ويبقى عايز يكشف عليك يقول لك هات بطاقتك لان انت الرقم القومي بتاعك ده متسجل عندنا في مصر في السجلات الحكوميه، فالتعامل بيها في مصر بيكون عادي. لكن بره مصر انت بطاقتك دي مش متسجله في السجلات تبع حكومه الدوله اللي انت رايحها، فبالتالي انت البطاقه دي ملهاش اي لازمه مجرد ما انت طلعت من مصر. ايه بقى اللي ليه لازمه؟ هو جواز السفر. جواز السفر ده هو يعتبر الهويه بتاعتك في اي حته في العالم. يعني لو سافرت اي دوله هو الهويه بتاعتك.
اللي بيكون فيه بياناتك، بيبقى معروف انت دخلت الدوله دي امتى وهتقعد قد ايه وهتمشي امتى، فبيبقى فيه كل البيانات بتاعتك. فانت لازم تقدم بجواز السفر علشان حتى لما بتتقبل وبتروح تقدم على الفيزا، وطبعا هتلاقيني عامل لك فيديو عن الاوراق اللي انت محتاجها عشان تقدر تقدم على الفيزا كلها، ممكن ترجع تشوفه. لما بتتقبل وبتروح تقدم على الفيزا بيكون في خطاب القبول بتاعك واثبات القيد رقم الجواز او رقم اللي انت قدمت بيه على الجامعه او اتقبلت بيه، اللي هو رقم جواز السفر. فطبعا ما ينفعش تقدم ببطاقه، لان انت لو قدمت بالبطاقه وجيت تروح تقدم على الفيزا مش هتقدر تسافر بالبطاقه معاك جواز سفر، وهنا هتخش في دايره مقفوله اللي انت خلاص قدمت. لان هم بالنسبه لهم تقدر تحط عادي، لكن بالنسبه للسفاره انت محتاج جواز سفر تاخد الفيزا. فطبعا هنا هتخش في دايره مقفوله. فمن الاول خلي جواز السفر هو اللي متاح وقدم بيه علشان ما تلاقيش نفسك بتتعقد معاك حاجات مع الوقت. وطبعا ده بالمختصر المفيد، لان الفيديو ده اتطلب مني، وده اكتر سؤال طبعا ممكن يساله اي طالب، وبيساله فعلا اي طالب، ان هو ايه الاوراق اللي انا محتاجها عشان اقدم. فقلت اعمل لكم فيديو عنه سريع ويكون بيشرح الاوراق بشكل مختصر وسهل، وفي نفس الوقت يكون لامم كل حاجه. وطبعا لو عندك اي سؤال في الاوراق او حتى في التقديم على الجامعات التركيه، او بقى تفاصيل عن اي حاجه خاصه بتركيا والدراسه في الجامعات، هتلاقي زي ما قلت لك اللينك بتاع الواتساب تحت، وهتلاقي لينك الجروب بتاع التليجرام، تقدر تخش على الاثنين تتواصل معايا فيهم، وان شاء الله هرد عليك في الاسئله اللي انت عايزها. وبرده ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. احنا لسه بنحضر لفيديو الشغل اللي احنا اتاخرنا عليه بتاع شهر، وكذلك هعمل لكم مفاجاه سبيشال شويه، فدي هسيبها مش هقول عليها لغايه ما الفيديو ما ينزل. فعلشان تشوف الفيديوهات اللي جايه دي ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده، واشوفك في فيديو جديد.